السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الزول فلاوان. رانا مع الأستاذ سي حسن عريبي. سي أستاذ نعرفوه بلا ما نقول لكم شكون. نعرفوه ولا لا؟ تشوفوا لي كومونتير دوك يجوا. فوالا باش ديراجي ويعطيك الصحة سي حفيظ وبارك الله فيك. وين رانا حنايا سي؟ في الدوحة زرتنا بارك الله. دوحة؟ كدوار دوحة بكري؟ هاي دوكا سي ديفيني اون فيل. سي اون فيل، وان شاء الله الجزائر تكون كيما الدوحة ان شاء الله. ان شاء الله افضل ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله. ان شاء الله. سي حسن عريبي، ماكش عيان استاذ؟ والله الحمد لله نحن كنا يعني متعبين من السفر قليل، ولكن استقبال أخينا وأستاذنا القدير سي حفيظ دراجي زادتنا قوة ونشاطا وانفعالا وتشجيعه لنا نحو سفرنا إلى بورما، إلى مسلمي بورما، لكي نزورهم في هذه الزيارة الإنسانية الخالية من كل الجوانب السياسية أو الدنيوية. نتمنى إن شاء الله أخينا سي حفيظ أن يكون بجانبنا في الجزائر لكي تنفجر عبقريته ليكون إضافة إيجابية إن شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله بارك الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. أهلا وسهلا. رحلة طيبة إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله. يعطيك الصحة، ونتلاقاو إن شاء الله نوفمبر إن شاء الله نرجع لينا. إن شاء الله. ونتلاقاو ونهضروا على الجزائر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك فيك. وراكم تشوفوا هادو هما لي الزاب، راكم تسمعوا ولا لا؟ لي الزاب هادو على بالكم باللي كان 40 مليون جزائري في الجزائر، فما كاش بزاف اليوم الناس اللي يوقفوا على المسلمين ويحضروا يعني en toute liberté, en toute sincérité, et je tenais vraiment à féliciter à la fois Si Hafiz Daraji et Si Hassan Aribi pour leur courage et pour leur liberté d'expression. هادو الناس vraiment احرار تاع الصح، وبارك الله فيكم. ونتلاقاو ان شاء الله في بورما، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. صحيتو. طيب بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. شكرا بارك الله فيكم. بالبركه ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا. تحية. السلام عليكم الزول الفلاوان. الحمد لله راكم بخير. رانا في الجزائر، الجزائر اللي نبغوها. رانا في المطار هواري بومدين في الجزائر عاصمة، وراكم تشوفوا رانا مع أستاذ سي حسن عريبي ديبوتي دو سكو حراس ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك أستاذ؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد ما شاء الله. لله. يعطيك الصحة. الله يسلمكم بارك الله فيكم. الحمد لله ونشكره. كي راهي دايرة الجزائر اليوم؟ والله الجزائر تأمل إن شاء الله أن تخرج من كل المشاكل التي تتخبط فيها، سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو تضييق على الحريات العامة. كل ما نتمنوه لبلدنا أن يكون في مقدمة الدول من أجل النهوض بالبلاد في كل المجالات إن شاء الله. هذا ما نتمناه إن شاء الله. إن شاء الله. عندي سؤال يا أستاذ. نعم. على بالك باللي الجزائر راهي بلاد مسلمه ما شاء الله. نعم. كاين فوق مليار مسلمين في العالم، ورانا نشوفوا باللي خوتنا في بورما مسلمين راهم يقتلوا فيهم، راهم يذبحوا فيهم، راهم ياكلوا فيهم بعيد شر. كيف يعني هذو كاع هذو 57 دول مسلمين كيف ما يتسموش يتحركوا يعني بيدافعوا على المسلمين تاع بورما؟ أنا أعتقد أن الوهن الذي بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام سيصيب الأمة حينما ترى الظلم ولا تدافع عن الحق ولا تدفع بالظلم وأن تقف مع المظلوم. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فأنا أعتقد أن المسلمين اليوم في أصقاع الأرض هم انغمسوا مع حكامهم تجاه الدنيا ونسوا واجباتهم نحو بلدانهم ونحو شعوبهم ونحو مستقبلهم. ولذلك ما يحدث في بورما، ونحن الآن على أهبة الاستعداد للصعود للطائرة من أجل الوصول إلى إخواننا في بورما لمؤازرتهم، ونحن عندما نصل إليهم سنوافيكم بكل ما هو جديد، حيث أن العقاب الجماعي الذي يتعرض إليه مسلم اليوم بورما
يعني حالة رهيبة أمام صمت المجتمع الدولي، ولذلك نعتبر هؤلاء اليوم هم أصحاب الأخدود الجدد. قيل قديما أن أصحاب الخدود كانوا يدفنون وهم أحياء، فاليوم تكرر عبر هذا العالم المعاصر أن أهل بورما يعني يحرقون بالنار وتحفر لهم يعني تحفر لهم الحفر ويحرقون بالنار. ولذلك وجب على جميع الناس ووجب على جميع أن يدافعوا على هؤلاء المسلمين الذين اضطهدوا اليوم في بورما، ونأمل إن شاء الله من المجتمع الدولي أن يتحرك لنصرة هؤلاء الذين هم يعيشون الآن تحت المحرقة الحقيقية التي يراها الناس جميعا. بارك الله فيك أستاذ. أهلا. الناس تفهم يعني ورانا اليوم رانا في المطار هو ريبو مدين، وإن شاء الله بإذن الله نروحوا دوكا من هاك الساعة البورما نوقفوا مع المسلمين تاع بورما اللي راهم يعذبوا فيهم مساكين، وما راناش نسمعوا يعني الصوت تاع المسلمين يعني باه يكونوا يعيشوا كما حنايا في الجزائر. وعلى بالكم باللي من 1982 مواطنين مسلمين تاع بورما ما عندهمش الجنسيه، قلعوا لهم الجنسيه، ما عندهمش الحق يعني بيروحوا المدرسه يروحوا المستشفى باه يخدموا، يعني كارثه. وان شاء الله نوقفوا معاهم يعني باه هما ثاني كما الجزائريين يكون عندهم مستقبل ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى الخير للشعب الجزائري المسلم والسكان بورما ايضا ان شاء الله. ونتمنى لجميع العالم ان يعيش في الهناء وان يعيش في الامن والوئام، وان نتجند جميعا لخدمه القضايا العادله في العالم. وفي اول القضايا هي القضيه المركزيه للامه العربيه والاسلاميه، وهي فلسطين والقدس الشريف الذي لا يزال تحت قبضه الاحتلال الصهيوني، في ظل وجود الأسلحة العربية التي تشتريها من روسيا وتشتريها من أمريكا. هذه الأسلحة التي أكلها الصدى ولا تزود بها إخواننا في فلسطين من أجل أن يتحرر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين إن شاء الله. ونعم لازم الشعب يعني الجزائري يعرف باللي إسرائيل هي راهي تبيع السلاح النظام عسكري تاع بورما باه يقتل خوتنا المسلمين في بورما. ورانا نستنى في ليبيا، مازالوا ليبيا هكاكم نوري لهم احنا على بالكم الشفافيه حنايا. قريب ان شاء الله. فوالا قريب ان شاء الله. فوالا دوكا دوكا، والحمد لله رانا في بلاد الحريه هنا يا استاذ. ان شاء الله نامل ان تزداد الحريه وتؤديه الجماعات نحو يعني الرقي والازدهار بما هو متعارف عليه في الدول الأوروبية التي طبقت فيها الديمقراطية وتفجرت فيها العبقريات فأصبح مجتمعا متحضرا. نحن نأمل كذلك كمسلمين، وكان يجب علينا أن نكون نحن القدوة لهؤلاء ولغيرهم، إلا أن الأنظمة الديكتاتورية والشمولية في العالم العربي هي من كانت السبب الرئيس في تأخير هذه الشعوب نحو ما كان أن يجب أن تصبو إليه. إن شاء الله إن شاء الله أستاذ. فوالا دونك كوم نقولها لكم شويه بالفرنساويه. دونك اوني على الايروبور دونك هو ريبو مدين دالجي، والحمد لله راكم تشوفوا باللي الهضره اللي نهضروها في باريس في نيويورك في طاليان في انجليز نهضروها ايضا هنايا في بلادنا والحمد لله. ولكن اليوم ما نديروش السياسه، اليوم نهضروا على القضيه انسانيه. سي اون كوز humanitaire et je tiens à féliciter vraiment نشكر الاستاذ سي حسن عريبي qui a été le seul député algérien qui a accepté de participer à ce voyage humanitaire en soutien à nos frères musulmans de Birmanie qui sont l'objet d'une politique de discrimination et de nettoyage ethnique. C'est très important que nous soyons solidaires de nos frères Rohingyas de Birmanie, et je tiens encore à féliciter monsieur le député, monsieur Hassan Haribi, qui a été le seul parlementaire algérien à accepter de faire partie